ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى قلنا نعمل قب الكنافة بالكريمة. حلوة كده سهلة وخفيفة ولذيذة وطعمها جميل جدا. ان شاء الله تحبوها جدا وان شاء الله تجربوها. ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك، دعمونا عشان نستمر معاكم في تقديم الوصفات. ويلا بقى نشوف الوصفة مع بعض. اول حاجه في الكنافه بنحضر الشربات وبنحضر الكريمه. الشربات انا هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، والكريمه هنعملها مع بعض دلوقتي. كل كوبايه لبن، ويفضل انه يبقى لبن فريش احنا غاليينه وشايلين الوش بتاعه، او ممكن لو انتوا عايزينها دسمه بزياده تستعملوه على طول. كده كده هو هيغلي مع واحنا بنحط له نعمله مهلبيه، بيغلي معانا مفيش مشكله. لكن لو استخدمتوا لبن مبستر فمش هيمسك معانا زي ما احنا عايزين. كل كوبايه لبن هناخد لها معلقتين كبار نشا. بسم الله الرحمن الرحيم. على البارد دول عندي 6 معالق و3 كوبايات لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وندوبهم كويس جدا قبل ما نرفعهم على النار. دلوقتي هنرفع المهلبية بتاعتنا على النار، نار متوسطة الحرارة، وفي نفس الوقت مع التقليب المستمر لحد ما تتقل معانا. بصوا كده قوام المهلبية معايا مظبوط جدا وجميل. طب لو فرض وانتوا بتعملوه لقيتوا ان هو ما تخنش ومسك معايا قوي كده، هتعملوا ايه؟ هتزودوا نشا في لبن، تدوبوا النشا في لبن وتحطوها بحيث يبقى قوامه تقيل زي ما انتوا شايفين كده. اخر حاجة عندنا باكت فانيليا باودر، ونديله تقليبة ونرفعه من على النار ونسيبه يبرد تماما. قبل ما المهلبية بتاعتنا تبرد هنبتدي نحضر الكنافة. الكنافة لما بنجيبها علشان تساعدنا ان احنا نفتفتها بنجمدها شوية في الفريزر فتقوم تتفرفت معايا سهلة جدا بالشكل ده اهو. دلوقتي بعد ما كسرنا الكنافة بتاعتنا كلها بالشكل ده، واي عجينة متكتلة وبنلاقيها ما بتتكسرش معانا بنشيلها نستبعدها عن الكنافة بتاعتنا. تمام كده هي بقت جاهزة معانا. بصوا ولا احتاجنا لكبة ولا اي حاجة، ما شاء الله. تمام. عندنا بقى سكر بودر، دول تلت كيلو كنافة. هحط له بسم الله الرحمن الرحيم معلقة كبيرة سكر بودر. يعني بالتقريب لو كيلو كنافة هياخد معانا 3 معالق سكر بودر. تمام اهو. هنقلبهم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده وبكده يبقى الكنافة معانا كمان جاهزة. هنشوف بقى هنحطهم في القالب ازاي. دلوقتي
عندنا القالب بتاع الكب كيك اللي احنا هنعمل فيه الكنافة، وعندنا سمنة مسخنينها على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط في كل واحدة كده معلقة. وبالفرشة ندهن الجناب كلها. دلوقتي بعد اما حطينا معلقة السمنة هنبتدي بقى نمسك الكنافة بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم ونحطها. دلوقتي بعد ما حطينا طبقة الكنافة عندنا بقى كوباية، ونكبس كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حطينا السمنة والكنافة وضغطنا، ولازم نبقى عارفين كويس جدا ان الكنافة عشان تطلع مظبوطة معانا لازم تبقى فيها سمنة كتيرة. تمام. هنبتدي بقى نعمل ايه؟ قبل ما نحط الكريمة نعمل حافة كده بالكنافة في الجنب كده بالشكل ده، علشان المهلبية معانا او الكريمة ما تخرجش وتتحرق معايا. بالشكل ده اهو كده بعمل زي حيطة كده. الجنب بتاعنا هنبتدي بقى نحط المهلبية بتاعتنا اهي بالشكل ده. الكريمة بتاعتنا في المرحلة دي هناخد الصينية بتاعتنا وعلى الفريزر، لان طبعا المهلبية عندي لسه دافية وانا عايزاها تمسك عشان اعرف احط الطبقة اللي فوق اللي هي الاخيرة بتاعت الكنافة. بعد ما سيبنا الكنافة بتاعتنا تسقع كويس في الفريزر، هنبتدي بقى نمسك كده ونحط على الوش.
دلوقتي الكب الكنافة بتاعنا جاهز. عندنا فرن مشغلينه على درجة حرارة 180. الرف لفوق هندخل الكنافة بتاعتنا، بس نحطها في صاج او صينية علشان لو السمنة نزلت تبقى ما تنزلش في الفرن، ونشوفها بعد ما تستوي. ادي الكنافة بتاعتنا بعد ما خرجناها من الفرن. عندنا بقى شربات تقيل بارد، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سخنة كده. طبعا كمية الشربات زي ما تحبوا، بتحبوا سكرها كتير سكرها قليل، تبرد تقلبوها وتاكلوها بألف هنا وشفا. ان شاء الله جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.